السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأوفياء، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على القناة. الفيديو اليوم كان طلب أخت متتبعة في القناة، بغت الصورة ديال الخيط ديال DMD باش تنخدم. على فكرة أنا بغيت نقول لكم باللي DMC واحد الأخت قالت لي تنخدم به وتتجيني الخدمة غليظة. حنا راه DMC عندنا مقطوع، وسولت الوالده قالت لي DMC تتجي فيه الخدمه روعه. هو الاصل في الخدمه ديال الطرز المسوس، يعني الطرز المسوس هما كانوا تعلموا بالخيط ديال باليتا، والخيط ديال DMC هو احسن ما كاين في الطرز، به تيطرزوا الطرز المسوس والعنكبوته. مي دابا ما بقاش هذا الخيط مقطوع. حنايا عندنا في مدينه فاس مقطوع، ولكن حنايا عوضناه بانواع واحده اخرين ديال الخيوط. الاخت اللي من مراكش قالت لي تندي DMC قنوط صغيور ب 15 درهم، ولكن تيجيب لي الخدمه غليظه. انا بغيت نقول لكم الا كان تيجيب الخدمه غليظه يعني راه ماشي هو، يعني راه ماشي هو DMC الاصلي تيجيب الخدمه متقونه وتيجيبها عاديه وزوينه وحسن من الخدمه ديال الخيوط اللي تنخدموا بهم. يعني DMC احسن ما كاين هو باليتا. بالنسبه للاخت اللي بغات الصور ديال الخيوط باش اللي تنستعملوهم حنا دابا حاليا، انا راني وجدتهم حدايا باش غادي نوريهم لكم، وحتى هما تصلحوا الماكينه. ماشي مشكل، الانسان ماشي ضروري يبقى مرتبط بواحد النوع ديال الخيط اللي هو ما كاينش، وحنا ضروري خصنا نكملوا الصناعه ديالنا. المهم غادي نشوفوا الخيوط اللي غادي يولموا لنا الماكينه ديالنا وغادي نستعملوهم. الماكينه الا ولفتيها على بزاف ديال الخيوط راه تتولف، ما يكونوش راشين، باش ما يكونوش راشين وما يكونوش بحال دابا تيكشفوا ولا هذا راكم عارفين. الخيط ديال DMD انا ها هو دا عندي، ولكن حليته. ها هو هذا DMD، هذا هو اللي تنخدم به حاليا. هاد الخدمه هاديه نتوما تتشوفوا. اسمحوا لي غادي نوضح لكم الصوره، واسمحوا لي على التصوير راه شي شويه تتلقاه حيت تنصور غير بالتليفون. نزيد لكم الاضاءه. DMD هو هاد هو اللي تنخدم به دابا حاليا في هاد الخدمه هادي. هو هذا وخلاص. الكردون راكم تتعرفوه، ها هو هذا الكردون. يعني انا تنستعمل. غادي نزيدكم حتى هذا تشوفوه. هذا تنعمر به النزق. خاص غير اللي تتخدم بالماكينه تعرف كيفاش تريقل النزق وصافي. هذا هو اللي كاين. ما خصوش يجي مرخوف وما خصوش يجي عاوتاني مزير. الا كان مزير بزاف غادي يبدا يقطع لنا. هذا تيجيني انا مزيان في النزق، وحتى الوالده حتى هي تستعمله. هذا تنقولوا له السبيب. احنا عندنا هنا في المغرب تنقولوا له السبيب. الاخوات اللي في الجزائر في دول واحد اخرين ما عارفه انا شنو تيقولوا له، حيت فاش تنقول السبيب تيقولوا لي راه حنا ما فهمناكش. انا اضطريت انني ملي قالت لي الاخت على الخيوط، قالت لي على DMC ها شنو قلت انا نصور الاخوات حتى اللي سولوني على السبيب، نصوروا لكم حتى هو باش تعرفوه. هذا تنعمر به النزق. هذا هو السبيب. هو واحد الخيط شفاف ما تيبينش. ها شفتوا؟ خيط شفاف ما تيبانش، واخا تنخدموا به في النزق ما تيبانناش. انا نوريكم الظهر ديال الخدمه. ها هي الظهر ديال الخدمه انتم تتشوفوا. يعني السبيب هو اللي تيكون مخدوم في التحت ديال الخدمه. ها انتم تتشوفوا ما باينش كاع. هو اصلا خيط شفاف وصحيح. هو تيتقطع، ولكن الا عرفتي تريقلي الماكينه ديالك النزق ديالك راه ما تيتقطعش. انا فاش كنت مبتدئه كان شي شويه تيحمقني يبقى يتقطع. ايوا وعاد عرفت كيفاش ندير نريقل النزق. خصو يكون ما مرخوفش بزاف وما مزيرش بزاف، يكون ما بين وبين. يعني ما يكونش عاوتاني الا رخفتوه بزاف تيجيب الخدمه شويه ما مقاداش. هذا هو اللي بغيت نقول لكم.
هذه هي العلامه، عقلوا عليها. راه اللي بغات تاخذ هذا الخيط هذا، راه قلت لكم انا راني تنخدم به هذه الخدمه هذه حاليا. هانتوما شوفوا الخدمه كيفاش، راه تنخدم بالدي ام دي وتنخدم بالكردون راني وريته لكم، وتنخدم بالسبيب في النزق. هذه هي الطريقه ديالي ديال الخدمه اللي تندير دابا. ها هما هادو الدي ام دي والكردون والسبيب، ومقص يكون ماضي. هذه دائما تنقولها لكم، المقص يكون ماضي باش ما يجيب لنا شي الخدمه مشنتفه. هذه من جهه. غادي نوريكم خيط واحد اخر تنخدم به. هذا الدي ام دي ها انتم شفتوه، صورت لكم وعطيتكم حتى الخدمه اللي خدمت به. هذا حتى هو تنخدموا به. ها هو هذا، ها الخدمه ديالو كيفاش تجي حتى هي نفسها، ما كاينش شي فرق. انا راني عاد قلبت المرمى، عاد غادي نبدا من جديد. المهم حتى هو الخدمه ديالو تجي مقاده، ما تجيش زعما شي خدمه ماشي هي هذيك، نفس الخدمه اللي وريتكم من قبل. هذا هو الخيط، هانتوما شوفوا اللي بغات تاخذ بحالو تقدر تاخذو. هذا حتى هو تنديرو به الطرز المسوس. وانا دائما تنعمر نزق بالسبيب، يعني دائما نزق بالسبيب. الخيط هو اللي مره تندير الدي ام دي، مره تندير هذا على حسب الوالده. الوالده هي اللي تاخذ لي الخيط على حسب الوالده شنو لقات عند اللي يناسبها. هذا هو، راه مازال ما حليتش هذا قرب يتسالى. بغيت نوريكم الخيط كيفاش داير، على حقاش الاخت اللي قالت لي تيجيب لها الخدمه غليظه الدمسي. ها الخيط خصو ما يكونش غليظ، الا كان غليظ راه ماشي دمسي. لاحظوا معايا الخيط. واحد الاخت قالت لي واش يمكن لي نخدم الطرز المسوس بالخيط ديال الخياطه. انت غادي تجربيها اختي في واحد المنيدل باش ما تخسري حتى شي حاجه. غادي تجربيه في منيدل وتشوفي الطريقه ديالو ديال الخدمه. الا عجباتك الطريقه ديال الخدمه غادي تستمري تخدمي به، والا ما عجباتكش شوفي شي خيط مزيان. هو خصو ما يكونش غليظ. انا ديال النصيحه اللي بغيت نقول لكم، الخيط انا سولت الوالده في الصباح لحقاش الكومونتيرات اللي كتبوا لي الاخوات هادو هما اللي خلاو ليا الدمسي السيده خدمات به قالت لي لقيتو غليظ. ملي سولت الوالده قالت لي راه ما يمكنش الدمسي، راه تيجيب الخدمه مخيره، يعني الا كان غليظ راه ما يكونش دمسي. راه لحقاش الدمسي اصلا مقطوع. كيفاش هو مقطوع والاخوات تيقول لك تيخدموا به ولقاوه تيخدم الخدمه غليظه، يعني راه ماشي هو. ردوا بالكم لحقاش شي شويه الامور دائما بعد المرات تلقاو شي حوايج اللي هما ماشي اصليين. ردوا بالكم الا كنتو تاخذوا الحاجه وانتم متاكدين منها ماشي مشكل، ولكن الا جربتوها وما صدقات لكمش صافي بدلوها. هذا هو اللي كاين. الماكينه انا تنخدموا بها لا انا ولا الوالده، تنخدموا حتى الصبره ديال الحرير الرقيقه. القنوط دابا ما عنديش دابا لحقاش انا حاليا تنخدمي بهاد الخيوط هادو دابا عند الوالده، وانا راني دابا بوحدي في الدار. ما داكشي علاش ما صوراتش معكم. هذا داك الخيط ديال الصبره المفتول اللي في القنوط حتى هو تيجي روعه في الملابس، حتى هو تيجي مخير، تيجي في القميصات في جليلبات تيجي تيحمق في واحد اللمعه. وهذا ومع المسوس دابا ولا موضه تنديروه في القفيطنات، تنديروهم في القميصات وفي جليلبات. دابا ولاو غالبا تيديروه في القميصات والجليلبات. تنستعملوا داك الصبره الرقيقه اللي مبرومه، هذيك حتى هي تدوز في الماكينه. هذا الاخت قالت لي واش الماكينه السوداء؟ ايه اختي، الماكينه السوداء تنستعملوا فيها هاد الانواع د الخيوط. واللي في ماكينتك على الانواع ديال الخيوط كاملين، على الصبره المبرومه. هي الصبره المبرومه واحد النصيحه بغيت نقولها لكم. الصبره المبرومه الرقيقه ديال القنوط راكم ما تمشيو عند مالين الخيط غادي يعطيوها لكم، هي تكون صحيحه وصافي. هادشي اللي كاين. هي ما تكون شي صحيحه بحال الخيط، ولكن هي ما تكونش راه واحد الصبره طحنا فيها عرفتي راشيه تتقطع باليدي تتجريها تتقطع.
يعني خص الصبره تكون مزيانه، وتنرخفوا فاش تنكونوا تنخدموا بالصبره تنرخفوا. هذا تنقولوا له لا طونسيون. المهم حنايا عندنا هنايا تيقولوا له الطاسه ولا هذا. المهم هو سميتو لا طونسيون. انا صلحتها ليا واحد الاخت حتى انا كنت تنقول له الطاسه، لحقاش انا فاش تنمشي عند الحانوت ديال الخيوط ولا هذا تيقولوا له الطاسه، ولكن هو سميتو لا طونسيون. هذا تنزيروه فاش تنكونوا تنخدموا بالخيط، ولكن فاش تنكونوا تنخدموا بالصابره اللي قلت لكم المبرومه الرقيقه اللي في القنوط ديال الماكينه، هذاك تنزيروها باش ما تجيب لناش الخدمه مرخوفه. هادو هما النصائح اللي نقدر نعطيكم، وشكرا لكم بزاف على لي كومونتير ديالكم. وما تنساوش واحد اللايك اللي دخلت دير لايك، وراني تنشوفكم اللي تدخلوا ما تديروش لي لايك. تنشوفكم ديروا لايك هي الاولى، عاد تفرجوا في الفيديو باش ما تنساونيش. وما تنساوش لي لايك وما تنساوش لي كومونتير، واللي مازال ما تابوناش يهبط لتحت، راه كاين واحد الزر احمر على اليمين غادي تكليكيو عليه وغادي يطلع لكم زر الجرس، غادي تكليكيو على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وانا رهن الاشاره ديالكم. اللي بغات شي حاجه ولا شي استفسار مرحبا بها والف مرحبا. تخلي كومونتير. والنصائح انا دائما راني ما تنبخلش عليكم بالنصائح ديالي. وشكرا لكم بزاف وتنحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.